طيب فيديو النهارده يعتبر هو مليان تسريبات كتير، هي كانت لسه نازله من حوالي يومين تقريبا، وكذلك برضو شويه تفاصيل شركه مارفل نفسها اعلنت عنها بخصوص فيلم الفانتاستيك فور الجديد. فالمهم فيديو النهارده يعتبر من اهم الفيديوهات برضو اللي هنتكلم فيها عن شخصيه دكتور دوم وشخصيات الفانتاستيك فور، وبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش فيهم على طول. في البدايه نبدا اول حاجه بان احنا عندنا دلوقتي تسريبات بتاكد ان شخصيه فرانكلين ريتشارد هيبقى بالفعل موجود في خلال الاحداث بتاعه فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس، ولكن الشخصيه اللي هنشوفها جوه الاحداث بتاعه الفيلم هتبقى الشخصيه دي عندها 4 سنين. ولما هنروح للاحداث بتاعه فيلم افنجرز دومزداي الشخصيه دي هيبدلوها بممثل يكون العمر بتاعه ما بين 10 سنين ل 13 سنه. وحاليا شركه مارفل بتدور على شويه اطفال ممثلين يكونوا في الحدود دي عشان يكون الشخص فعلا باين على سنه وباين برضه على الشخصيه اللي هو هيلعبها ان هو هيكون شخصيه فرانكلين ريتشارد. وزي ما اتذكر ان هو الدور بتاعه في خلال فيلم افنجرز دومزداي هيبقى دور مهم. ونزل تسريب تاني برضه بعد التسريب ده على طول، التسريب ده ليه علاقه برضه بفرانكلين ريتشارد. التسريب ده وضح لينا ان احنا عندنا شخصيه جالاكتوس اللي هي هتبقى موجوده في خلال الفيلم. هيوضح ان هو في الاساس كان عباره عن نسخه من فرانكلين ريتشارد، ولكن النسخه دي تعتبر نسخه فاريانت ونسخه كبيره في السن، فهي جايه من المستقبل. والشخصيه الكبيره المستقبليه دي من فرانكلين ريتشارد هو اللي اختار في المستقبل بكامل ارادته ان هو يكون شخصيه جالاكتوس ويكمل حياته بالشخصيه الجديده اللي هو هيفضل عايشها. وهيكون جاي في الكون بتاع الفانتاستيك فور عشان هو عارف انه فرانكلين ريتشارد اتولد وقتها. بس ايه برضو الدوافع لحد دلوقتي ما وضحتش قدامنا. وبرضو ذكر نفس الكلام القديم اللي قلناه قبل كده على ان جالاكتوس هياكل الكون بتاع الفانتاستيك فور لان هو هيكون جعان وهيكون بيعاني. بس برضو ما اظنش انه ده يعتبر الدافع الاساسي اللي هيخليه يروح يواجه الفريق. وبعد كده عندنا بشكل رسمي شركه مارفل نزلت الوصف الاول للفيلم بتاع الفانتاستيك فور. وللمعلومه الفيلم ده يعتبر ناقصه حوالي اسبوعين على حسب الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو وينتهي التصوير الكامل بتاعه. طيب بالنسبه للوصف اللي شركه مارفل نزلته، فالوصف بيقول كالتالي ان هو الفيلم بيتكلم على عالم مستقبلي في الوقت بتاع الستينات، والاحداث بتاعه الفيلم ده هتبقى موجوده في خلال كون موازي. وبنشوف الفيلم ان هو بيقدم اول عيله في عالم مارفل، والعيله دي هي عيله ريد ريتشارد اللي هيكون مستر فانتاستيك، وسو ستورم اللي هتكون انفيزبل وومن، وجوني ستورم اللي هيكون هيومن تورش، مع ذا سينج اللي هيكون هو بين جريم. وهنشوف العيله وهي بتواجه اصعب تحدي بالنسبه لهم في حياتهم بالكامل، وهيكونوا مضطرين ان هم يوازنوا بين حياتهم كابطال وفي نفس الوقت يقدروا ان هم يفضلوا مرتبطين مع بعض كعيله واحده. وهيبقى لازم عليهم ان هم يدافعوا عن الارض اللي هم دلوقتي موجودين خلالها من كائن غريب فضائي اسمه جالاكتوس. واللي هيلعب الدور بتاع جالاكتوس هيكون الممثل رالف انسن. وكذلك برضه هيكونوا مضطرين يتصدوا للخادم بتاعه واللي هيكون السيلفر سيرفر، واللي هتلعب الدور بتاع الشخصيه دي هتكون جوليا جارنر. ولو جالاكتوس خطته في ان هو ياكل الكوكب ده بالكامل بكل الناس اللي كانت موجوده فيه ما كانتش سيئه بما فيه الكفايه، فالمشكله هتقلب بشكل شخصي. لو تاخد بالك الكلام اللي احنا قلناه في التسريبات القديمه بخصوص الفيلم ممكن تلاقيه ان هو فعلا واضح من خلال الكلام الرسمي اللي مارفل اعلنت عنه. ولكن بالنسبه لاخر سطر فده اللي ممكن يكون بياكد التسريبات اللي هي برضو كان في ناس مش مصدقاها، واللي هو اخر سطر انا لسه قايله على ان المشكله دي هتقلب بشكل شخصي. وعشان تفهم قصدي بالظبط تعالى ربطهولك بالتسريب اللي قلناه قبل كده على ان الفريق ده هيوضح قدامنا وقدام برضو الناس الموجودين في الكون اللي هم هيروحوه، واللي هو الكون الموازي اللي هتحصل فيه الاحداث بتاعه الفيلم. هيوضح وهينكشف الفريق على انه في الاساس مش من الكون ده، ولكن الفريق ده كان من كون 616 ولكن بطريقه ما انتقل بالغلط لكون موازي. وطول الفيلم هيكونوا بيحاولوا ان هم يرجعوا للكون الاصلي بتاعهم اللي هو 616. واخر سطر اتقال هنا على ان المشكله دي هتقلب بشكل شخصي ممكن يكون المقصود بيها ان هي بتلمح على التسريب اللي كان بيقول ان احنا هنلاقي في اعضاء من الفريق هيكونوا مش عايزين يسيبوا الكون اللي هم موجودين فيه دلوقتي، هيكونوا مبسوطين بالكون الموازي مش عايزين يرجعوا لكون 616. وكمان هيكونوا عايزين يدافعوا عنه ضد شخصيه جالاكتوس. واعتقد الاتنين دول ممكن يكونوا هيومن تورش وشخصيه ذا سينج. اما بالنسبه للشخصيات اللي هي عايزه ترجع لكون 616 فدول ممكن يكونوا ريد ريتشارد وسو ستورم. وبالمناسبه بعد الوصف ده ما نزل بعديه بفتره لان انه في تسريبات اكدت برضه انه جوه الاحداث بتاعه الفيلم الناس اللي هي عايشه في الكون الموازي اللي الفريق هيبقى موجود فيه ومشهور خلاله هيعرفوا وهيتفضحوا قدامهم على انهم يعتبروا الفريق ده مش من الكون بتاعهم ولكن هم نجوم هنا بالغلط. فبالتالي فريق الفانتاستيك فور هيوضح ان هو لا ينتسب للكون اللي هم دلوقتي موجودين فيه، وده هيخلي الفريق يشتغل اكتر على انه يلاقي طريقه يرجع بيها لكون 616 تاني. اما بالنسبه للشخصيه بتاعه دكتور دوم فعلى حسب اللي وضح قدامنا دلوقتي ان مارفل شكلها كده هتعمل مصيبه كبيره في العالم بتاع الام سي يو اللي احنا شفناه قبل كده في الافلام اللي فاتت، وده كان يعتبر بسبب تلميح اتكلم عليه بعض المسربين. لو انت مش فاهم القصه فتعالى اجيبها لك من البدايه. ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت بعد ما شفنا انه كان في لقطات من منصه
الخاصه بتاعه ديزني للاعمال اللي هتنزل السنه اللي جايه، واللي كان من ضمنهم مسلسل ايرون هارت، كان في مقابله بعد الاعلانات دي ما نزلت قدامنا مع براد ويندرباوم اللي هو يعتبر ماسك الاعمال اللي بتنزل على منصه ديزني بلس، واتكلم فيها عن الاعمال اللي هتنزل ومن ضمنها مسلسل ايرون هارت. ومن ضمن الكلام اللي قاله ان احنا المسلسل ده ايوه استخدمنا فيه بدل للشخصيه بتاعه ايرون هارت او ريري ويليامز. البدل دي هي معموله في الحقيقه، مش تعتبر كلها بدل سي جي اي، وده كان نوع كده من ان هم يرجعوا للايام القديمه ساعه لما كانوا بيعملوا ايرون مان الجزء الاول، وكانوا بيخلوا روبرت داوني جونيور بيلبس بدل حقيقيه في الكواليس بتاعه التصوير. وده يعتبر فعلا كلام حقيقي، لو انت دورت على كواليس تصوير ايرون مان الجزء الاول هتبقى شايف ان روبرت داوني جونيور كان فعلا لابس بدله ايرون مان، ما كانتش كلها سي جي اي. هتقولي طب فين الكلام هنا اللي بيخص شخصيه دكتور دوم اللي هو المفروض قلب الدنيا؟ هقول لك اللي حصل انه في مسربين اتكلموا على المقابله دي بتاعت براد ويندرباوم ولمحوا انه مسلسل ايرون هارت مش مرتبط بالفيلم بتاع ايرون مان الجزء الاول عشان النقطه بتاعت البدل بس اللي بيصوروا بيها. وبعد فتره كده قليله وضح من المسربين ان هم كان قصدهم ان يا مارفل في خلال الفتره اللي جايه وفي خلال تحديدا دومزداي هيوضحوا قدامنا بشكل مباشر انه شخصيه روبرت داوني جونيور بتاع دكتور دوم هي في الاساس كانت موجوده في كون 616، وتحديدا في الاحداث كمان بتاعه ايرون مان الجزء الاول. واللي هيبدا يلمح او يمهد على حاجه زي كده هيكون مسلسل ايرون هارت. هتيجي تقول لي انا تهت دلوقتي، يعني ايه ملخص الكلام ده كله؟ هقول لك الخلاصه على حسب اللي انا جمعته، انه مسلسل ايرون هارت هيرجع لاجزاء مهمه شفناها في ايرون مان الجزء الاول، فهيكون في شويه ترابط من ناحيه التفاصيل القديمه اللي سمعناها في خلال ايرون مان الجزء الاول، او هيبقى فيه استر ايجز. المهم يعني هيبقى فيه ربط ما بين مسلسل ايرون هارت وبين فيلم ايرون مان الجزء الاول، والربط ده بعد كده هيستخدموه في خلال فيلم افنجرز دومزداي عشان يقولوا لك انه روبرت داوني جونيور بتاع دكتور دوم كان موجود في الاحداث القديمه. لو هفسر الكلام ده من وجهه نظر الشخصيه فده ممكن يلمح على حاجه من الاتنين ممكن تحصل، يا اما هيوضح قدامنا انه دكتور دوم في الاصل هو كان من كون 616 ولكن مش 616 اللي احنا شفناه قدامنا في عالم الام سي يو من اول فيلم ايرون مان، وهنا انا قصدي انه كان في كون ل 616 قديم. او ممكن الاحتمال التاني انه ده ممكن يبقى احتمال ليه علاقه بالدريم ووكينج اللي شفناه قبل كده في خلال دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. هتيجي تقول لي مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله، تعال اشرحه لك بالتفاصيل. الاحتمال الاول زي ما قلت لك ممكن ان هو كان موجود زمان في كون باسم 616 ولكن الكون ده اتدمر، وليكن الكون ده هنسميه دلوقتي باولد 616 او كون 616 القديم، والكون ده كان بيضم شخصيات كتير من ضمنها روبرت داوني جونيور بالدور بتاع دكتور دوم. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ الكون ده اتدمر والشخصيه دي بتاع الدكتور دوم اللي هو في الاصل من كون 616 القديم انتقل بطريقه ما بعد دمار الكون بتاعه لكون تاني موازي، واللي هو ممكن يوضح قدامنا على انه هو الكون بتاع احداث فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس. لو تاخد بالك احنا عندنا فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس المفروض برضو زي ما قلت لك من شويه وزي ما قلت لك برضو خلال السنه اللي فاتت وبرضو الفتره القديمه دي كلها الفريق هيوضح قدامنا ان هو بطريقه ما انتقل لكون موازي، ولكن هم في الاصل كانوا من كون 616. فده بالنسبه للاحتمال الاول. هتيجي تقول لي طب ايه السبب اللي خلى الكون بتاع 616 ان هو يتدمر وبعد كده يتخلق بعديه كون جديد والكون ده برضو يكون باسم 616؟ هقول لك هنا بقى التركايه اللي انت ممكن تربطها بمسلسل لوكي الموسم الاول، وده لانك لو انت هترجع لمسلسل لوكي الموسم الاول وخصوصا الحلقه الاخيره هتاخد بالك انه هي هو ريمينز اتذكر قدام لوكي وسيلفي انه بالفعل كان في حروب للمالتيفيرس، واللي هي الحروب بتاعت كانج زي ما هو ما وضحها بعد كده. الحروب دي خلت الاكوان الموازيه ان هي كلها تتدمر، وعشان كده هي هو ريمينز هو اللي اتدخل عشان يخليهم يبطلوا الطمع اللي فيهم، وانه كل واحد كان عاوز ان هو يغزو المالتيفيرس بالكامل ليه هو لوحده. وده لما قال انه كل نسخه من كانج كانت بتسعى ان هي تسيطر على المالتيفيرس وكل الاكوان الموازيه، بس في الاخر هو اللي وصل للنقطه او الفكره بتاعت التايم لاين والخطوط الزمنيه والموضوع بتاع التي في اي وكل الفكره دي اللي شفناها في خلال لوكي الموسم الاول والثاني. فممكن هنا نربط الكلام كله مع بعضه ومع مسلسل لوكي الموسم الاول والثاني تحديدا، وبالتالي تفهم انه كان في كون قديم والكون القديم ده اتدمر بسبب الطمع بتاع نسخ كانج. ولما هم كلهم اتفقوا على الفكره بتاعت هي هو ريمينز الشخصيات اللي كانت موجوده في الكون القديم الشخصيات دي اتوزعت على اكوان موازيه. وهنا ممكن تربط برضو على ان احنا كان عندنا دكتور سترينج في العالم بتاع سام ريمي ولكن هو ما ظهرش في العالم بتاع سام ريمي. وممكن نربط برضو الاكوان الموازيه اللي فاتت بتاعت فوكس على انهم المفروض كانوا كلهم في كون واحد، ولكن بسبب المشاكل بتاعت نسخ كانج كل الشخصيات دي بعدت عن بعض. دي تعتبر نظريه او توقع مني ممكن يحصل لو الكلام ده فعلا طلع صح. فالخلاصه كده بتاعت التوقع الاول ان احنا كان عندنا كون قديم اسمه كون 616. الكون ده دكتور دوم كان بتاع روبرت داوني جونيور هو شخصيه موجوده فيه. الكون ده اتدمر بسبب الغزو بتاع شخصيات كانج كلهم لبعض والحروب
بتاعه كانج اللي حصلت، ولكن في الاخر هي هو ريمينز هو اللي حل الازمه دي وانشأ كون 616 الجديد اللي احنا شفناه في خلال الاحداث كلها بتاعه الام سي يو. وطبعا طالما هي هو ريمينز مات في خلال مسلسل لوكي، فكده المفروض انه هيبقى في حروب مالتي فيرس تانية هتحصل، واللي هي هنا بين قوسين سيكريت وورز. اما بالنسبه للاحتمال التاني، فالاحتمال التاني ممكن يبقى ليه علاقه بفيلم دكتور سترينج 2 زي ما قلت، وده عن طريق انه ممكن يوضح قدامنا على ان دكتور دوم بتاع الكون الموازي بتاع الفانتاستيك فور كان بيراقب توني ستارك او ايرون مان اللي كان موجود في كون 616 بتاعنا. ومن هنا ممكن تربط الكلام مع النظريه اللي سبق ونزلتها من قريب على شخصيه دكتور دوم. ممكن تكون الشخصيه دي من دكتور دوم كانت بتراقب توني ستارك لان هو كان عارف انه ده يعتبر البطل بتاع الارث 616، او ده ممكن يكون فعلا كان نسخه من فيكتور فان دوم، ولكن للاسف هو خذله وتحول لتوني ستارك ولكن مش لدكتور دوم. وبالفعل النظريه اللي قلتها دي ممكن تحصل على ان ده كان فيكتور فان دوم ولكن تم تبنيه وبقى بطل بدل ما يكون دكتور دوم، وبالتالي دكتور دوم ممكن يتعصب بسبب اللي حصل ده، لان كده في حد عمال بيلعب في الخطوط الزمنيه. ممكن يكون البيوندر، ممكن يكونوا البيوندرز، ممكن يكونوا نسخ كانج، ايا يكن في الاخر مارفل هترسى على انهي واحد هيكون هو الفيلن في الاخر، وهو ده الشخص اللي بيمنع دكتور دوم على انه يبقى موجود في كون 616 الاساسي. او زي ما نقول كده من وجهة نظر دكتور دوم في حد بيحاول يقلل وجوده في المالتيفيرس ويخلي انه ما يكونش فيه نسخ موازية منه كتير. وبكده يكون فيديو النهارده خلص.